حينما نتكلم عن استيراد القمح بالنسبة للجزائر، نتكلم عن قدرات الجزائر في إنتاج القمح اللين والقمح الصلب. هو بالدرجة الأولى الجزائر لديها إمكانات كبرى في إنتاج القمح الصلب، أما بالنسبة للقمح اللين فإمكاناتنا محدودة جدا. ثم أن القمح اللين هو دخيل على النمط الغذائي الجزائري منذ العهد الاستعماري، بينما استهلاكنا الأساسي يفترض أن يكون من القمح الصلبي كالحديث عن الخبز الكامل البان كومبلي وغيره من يعني عنده فوائد أحسن من هو صحيا معروف علميا بأن القمح اللين هو خطر على صحة الإنسان. أمراض الجهاز الهضمي، السكري وغيرها كلها ناجمة عن القمح اللين، بل أن دولا أوقفت تماما استهلاك القمح اللين نظرا للآثار الصحية الخطيرة التي تنجم عنه. وأنت تعلم بأن قد يستهلك الإنسان كمية من القمح اللين فتكلفه مبلغا معينا، فرضا $1000، وعلاجه يكلف $10,000. فهذه الدولة يعني أجرت عملية حسابية معينة، فاكتشفت بأنه ينفق الإنسان مبلغا زهيدا ولكن في صحته يكلف الدولة مبالغ طائلة، فأوقفت استهلاك القمح اللين. هل الجزائر قادرة على أن تتخلص من القمح اللين، من استهلاك القمح اللين؟ إذا كانت هنالك ثقافة استهلاكية سليمة تجعلنا ندرك تماما بأن تحسين الغذاء معناه تحسين صحة الإنسان. تخيل أننا وصلنا إلى هذا المستوى من الإجرام الاقتصادي العالمي، أننا نستورد قمحا مسموما يعني مرشوشا بمواد كيميائية خطيرة. لو كان موجها للزراعة لم يكن هنالك مشكل، لأنه أصلا يعني البذور والأسمدة عادة يرشونها بمواد كيميائية حتى يحفظونها من اعتداء الحشرات والحيوانات والجرذان إلى غير ذلك، قوارض. ولكن إذا تعلق الأمر بمنتوج موجه للاستهلاك المباشر فهذا خطير، معنى أن هنالك عملية إجرامية خطيرة. ونتساءل من هي أجهزة الرقابة التي تركت مثل هذه الكميات العظيمة تمر.